كباب الدجاج على الطريقة الباكستاني، حلو جدا جدا. انا ناوية كنت اعمله لان شفته من كام يوم وعارفة ان هعمله. جيت اعمله ما لقيتش غير ربع كيلو بس بانيه للاسف، فعملته بالربع كيلو. طلع معايا 8 قطع من اللي انتوا شايفينه، بس في حاجات انا ضيفاها على الوصفة، يعني مش كل حاجة بعملها زي ما هي، لا انا بضيف التاتش طبعا بتاعي. هنا عندنا ربع كيلو الفراخ، وعندنا بصلايه وسط طبعا معصورة بس التفل، وشوية بهارات، وصباعين عيش فينو. دول انا هبلهم في ربع كوباية حليب. دي تركة من عندنا، الشيف ما حطش غير بقسماط، وانا مش عايزه كنت بقسماط، عايزه اجرب كنت العيش الفينو اللي هو الصامون، يعني هيديني ايه؟ لا مديني طعم بيرفكت بصراحه، حلو قوي قوي. البقسماط انا متعوده بعمل الكفته على طول بالبقسماط، المره دي قلت خلينا اجرب العيش الفينو. البهارات هنا اللي موجوده بابريكا وفلفل اسود وزعتر وبهارات فراخ. البهارات الفراخ انا ضيفها من عند الشيف مش ضيفها، وفصين توم، وضفت كمان جنزبيل، وضفت ايه تاني؟ آه مش فاكره، نسيت ضفت ايه. المهم انا هكتب لكم كل حاجه في صندوق الوصف. بعد لما فرمناها كده كلها، بنجيب معلقه زيت صغيره وبنركنها على جنب. وبعدين هناخد بقى الخليط اللي احنا فرمناه في الكبه كله على بعضه ده، هيعمل لنا 8 قطع كباب. لو انتوا في بنات لسه جديده في المطبخ مثلا، قطعيه 8 كور جنبيكي، وخدي كل كوره اعمليها صباع في ايديكي، وبعدين اعمليه على شكل بيضاوي. السمك بتاعها اللي هو الارتفاع يا دوب يبقى سنتي واحد بس، ما نزودش على كده، عشان هي مش تخينه، يعني ما فيهاش ارتفاع كتير. لا هي يا دوب سنتي واحد، غير الصوابع اللي احنا بنعملها، يعني صباع الكفته صباع الكباب اللي هم بيعملوه، لا دي مختلفه. وبعدين بتمسحي عليها بالزيت كده وتظبطي شكلها. هنعملهم كلهم بنفس الشكل. بتاخدي القطعه في ايدك بتكبسيها، بعد بتكبسيها كويس بتعمليها صباع، يعني صباع بيبقى تخين شويه، وبعد كده بتبططيه بس. عايزين تعملوه كور اللي هي تبقى شكل مثلا كرة وتبططيها تبقى زي البرجر براحتك، لكن هو الشيف عملها بالشكل ده، فانا عملتها زي ما هو عامل، يعني ما غيرتش حاجه، ما الا حبه البهارات اللي انا ضفتهم وتركه العيش الفينو بديل البقسماط اللي هو ضافه. انا كده كده بعمل على طول بالبقسماط، فده تغيير. كده خلاص هنبططها كده، وهنحاول نسويها علشان يبقى شكلها حلو، وهنرص في الطبق، وهنكمل كل القطع بتاعتنا على نفس الشكل. الحلو اللي في الكباب ده ان هو سهل وسريع. يعني انت فرمتيهم في الكبه بتاعت البصل، لو عندك كبه كبيره فرمتيهم فيه، يا دوب فرمتيهم، شكلتيهم. بعد التشكيل انا كنت بعمل حاجه فدخلتهم التلاجة بس ربع ساعه، بس هي مش لازم تدخل التلاجة على فكره. وبعدين بنسويهم في الطاسه. في حاجه نسيت اقول لكم عليها، احنا هنا دي صدور، يعني انا محتاجه نسبه دهون، ما عنديش وراك. طيب نسبة الدهون انا جبتها منين؟ انا ضفت معلقة واحدة بس زبدة، يا تضيفي معلقة زبدة، يا تضيفي معلقة سمنة بلدي، يا تضيفي معلقة ليا ضاني، يا تضيفي معلقة دهن اللي هو الدوش، اي حاجة، المهم نسبة دسم معلقة واحدة بس، ما تضيفيش اكتر من كده لان ده ربع كيلو مش كتير. لو تلت كنت ضفت 50 جرام، لكن انا بس ضايفة معلقة واحدة. بعد ما شكلهم الشيف عمل ايه؟ جاب السكينة وعمل كاتنج بقى، عمل قطع فيهم كده كلهم، مش حدد بس بالسكينه، لا ده غرز السكينه نزل بيها تحت. شكل الكاتنج ده حلو قوي 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 بعد التسويه، جميل بصراحه وعجبني. في نوع تاني كنت عاملاه من كام يوم برضو باكستاني، صورته وتعبت فيه بصراحه، وبعد التسويه بقى وانا بسوي فيه الكاتنج ده ضاع، طار الشكل ما فيش خالص، معرفش راح فين، ما لقيتهوش الشكل خالص. فدي لا، دي الشكل قعد فيها، دي شكلها حلو وطعمها احلى، جميله جدا جدا. بصوا جميله من جميع الاتجاهات. هو انا ما ينفعش انزل حاجه الناس تخسرها وتدعي عليا، حرام الايام اللي احنا فيها دي، لا. وانا من طبعي مستحيل انزل حاجه فاشله، لما بنزل حاجه بنزل لكم حاجه حلوه قوي 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 واثقه فيها، لان انا مش هعمل لبيتي ولولادي حاجه فاشله. هو انا عملت كتير فاشل من قنوات كبيره، بدون ذكر اسماء، قنوات اجنبيه وعربيه، كتير كتير فاشل ورميته، بس يلا ما هو لازم نجرب، علشان لما الواحد ينزل حاجة للناس تشوفها، ينزل حاجة مضمونة الناس تعملها وتدعي لك، مش تعملها وتدعى عليكي ان هي خسرت الحاجات المكونات اللي عملت بيها. ما ينفعش في الوقت اللي احنا فيه ده والاسعار النار اللي احنا فيها، ما ينفعش تغامري وتجربي وتعملي حاجه وترمي. انا بجرب وياما رميت والله، بس ما ينفعش انزل لكم هنا حاجات فاشله، حرام عليا. المهم احنا كده سخنا الطاسه بتاعتنا، بعد ما سخنت الطاسه بنحط القطعه بتاعه الكباب بتاعتنا، اول ما تاخد لون ذهبي من تحت
بنقلبها على الناحية التانية برضو تاخد لون دهبي، 5 دقايق من تحت و5 دقايق من فوق وبس كده. الحمد لله زي الفل. خلصت الوجبة بتاعتنا، جميلة سهلة بسيطة. اغسلي شوية بقدونس قطعيهم، زيني بيهم الطبق او رشيهم بقى تحت الكباب فوق الكباب براحتك. اعملوا جنبها رز، اعملوا مكرونة، احشوها في السندوتشات مع سلطة وطحينة. يعني قدموها مع اللي انتوا حابينه. انا بس قدمت لكم وصفة سهلة لذيذة بسيطة ما بتاخدش وقت. انا عملت رز جنبها بس ما صورتوش لان الكهرباء قطعت للاسف، وكنت عايزة اوريكم الفراخ قد ايه جوسي، برضو الكهرباء كانت قطعة. وبس كده، واتمنى لكم الصحة والعافية والستر يا رب.